شابيع البيت بأكثر مما أنت تبيعهن. تاجي معايا نشتري يعني منه أكثر مما هو يبيع، والتحدي هو أنا أبيع له أكثر مما هو يبيع. بكم الحبة هذه البيضة؟ اشتريها ب 150. يا أخي حندخل قلت فيها هكذا الحاجة، حندخل كيف ما هي قصصكم دخلنا. كم تشتري؟ حبة. بكم الحبة؟ كم ما اشتريك؟ أكثر من 100 لكن. زيد على ما هو بيبي فداك، بس إنه بالحشد هذا حندخل في الكلام أعوج ولا كذا. ما أعرف. مشكور. 250. محطة خير ومنها يبدأ التغيير، محطة خير وتشبه حالة التطوير، محطة خير ومنها يبدأ التغيير، محطة خير وتشبه حالة التطوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي قناة اليمنية الفضائية، أهلا وسهلا بكم في برنامج محطة خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. ايش تشتغل؟ أبيع جلجل هذا ولا مجلجل؟ ببيع مجلجل. هذا الطلب من إدارة قناة اليمنية الفضائية أنك تكون مقدم ومذيع في قناة اليمنية الفضائية إن شاء الله. إذا تطورت وانطلقت قناة اليمنية الفضائية، ونسأل الله التوفيق لهذه القناة، وإذا انطلقت بتكون أنت واحد من مذيعيها وواحد من مقدميها. ما رأيك؟ إن شاء الله. كما شاهدتم الحمد لله أنا اليوم مقدم في قناة اليمنية الفضائية في برنامج محطة خير. فكرة هذا البرنامج أنا في موقف تحدي. التحدي هو أن أسير إلى واحد بائع متجول، أبيع بضاعته أكثر مما هو يبيعها، وأعطي ما حصلت عليه لبائع المتجول، وإن شاء الله أكون قد التحدي. كونوا معنا. محطة خير ومنها يبدأ التغيير، محطة خير وتشبه حالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. اسمك يا بطل؟ عبد الرحيم. يا عبد الرحيم، كم قد بعت؟ 700. 700. بكم الحبة هذه البيضة؟ 100. بكم هي كامل؟ 2003. 2003. يعني تكسب باليوم 2003. خلاص يا عبد الرحيم، أنا شابز هذا شابيع البيت بأكثر مما أنت تبيعهن. تاجي معايا؟ أيوة. يا عم معنا تحدي. التحدي هو أن أبيع لها البيضة أكثر من 100. ما رأيك تشتري؟ اشتري وما ما نشتري. أي واحد عندنا بيع مشتري طالب الله ندعمه. وهذا ندعمه. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. يا عم معايا تحدي. التحدي هو أن تشتري منه أكثر مما هو يبيع. كيف؟ أود الكلام. أن تشتري منه لا أكثر مما هو يبيع. ما فهمت والله. يعني تشتري منها البيضة عني ب100، اشتريها بأكثر مما ب 150 200 300 كم ما تشتري؟ أيوه. أكثر مما هو يبيع. ما رأيك؟ اشتريها بأكثر من ما هو يبيع. وايش افعل بعد يعني يعني هكذا او لا؟ ايش الحكايه في نهايتها؟ اشتري يعني منه اكثر مما هو يبيع، يعني اشتري ب 150 يا اخي 200. حندخل قلت فيها هكذا الحاجه، حندخل كيف ما هي قصصكم دخلنا. تشتري؟ هات. ها كم تشتري؟ 3. ندي لها من 100. لا هو يبيع من 100. ايوه. تدي له 150 200 300. ادي لها من 120 ازيد على ما هو بيبي فداك، بس انه بالحشد هذا حندخل في الكلام اعوج ولا كذا. ايش فيك انت؟ ما شاء الله عليك على قبعة الشر، اللهم صل على محمد. مسك بالهدف أكثر، ولو تتعب وتتعذر بتوصل لمحطة خير، فهل لو ضاعت تتغير
سلام. معايا أنا الحين تحدي، والتحدي هو أنا أبيع له أكثر مما هو يبيع. ما رأيك؟ شري. كم ندي؟ خلاص كيف انتهي. نظيفة. شكرا. سلام. مشكور. ذلوا حبانة وهذا ألف. مشكور. ما رأيك تشتري؟ كم تشتري؟ دي حبتين. البيضة أكثر من 100. ما رأيك تشتري؟ نعم اشتري وماله. كم تشتري؟ هذا السنتين يلا. مشكور مشكور. مشكور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. يا عم معنا تحدي، التحدي هو أنا أبيع لهذا أكثر مما هو يبيع. ما رأيك تشتري؟ نشتري. كم تشتري؟ حبة. سلام. كم تشتري؟ حبتين. حبتين. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ سلام حالك. بارك. الحمد لله. احنا نبيع لهذا البيضة بأكثر مما هو يبيعها. هو يبيع ب100 لكن احنا نبيع له بأكثر مما هو يبيعها. ما رأيك تشتري؟ نعم نشتري، نشجعه على الاتفاق. كم؟ ما اشتري أكثر من حبة بس عشان أبغى نشجعه صح. يستاهل. كم تشتري؟ جيب حبة واحدة بس. مشكور مشكور. الله تعالى. ذهب. ما رأيك تشتري؟ أيوة اشتري. كم؟ 100. حبة. خلاص سلام. مشكور مشكور. تشتري منه أكثر مما هو يبيع. كم؟ كم ما تشتري يعني 150 300 يعني أكثر مما هو يبيع. 250. مشكور مشكور. الله يعافيك. محطة خير ومنها يبدأ التغيير. محطة خير وتشبه حالة التطوير. محطة خير ومنها يبدأ التغيير. كملنا نبيع البيت صح؟ كيف شعورك إننا بعنا البيت بسرعة؟ حالي. قبلت التحدي صح؟ أيوة. هيا نعد الزراد، نخرج الزراد نعدها. أيوة.
بكم أنت تبيعه البعيد الطبق؟ 3000. وإحنا الحمد لله بعنا لك ب10,650. ها الحمد لله. الحمد لله. أنت تدرس أيوة. صف كم؟ أول. ما شاء الله، استمر على دراستك. تمام. تمام. كم تاج يعني؟ الأول الثاني. أول الثاني. ما شاء الله حالي. خبي الزرب. إيه خدماتي يا أمر. تمسك بالهدف أكثر، ولو تتعب وتتعذر بتوصل لمحطة خير، بهل لو ضاعت تتغير. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وانتهت حلقة اليوم، وانتظرونا حلقة جديدة وتحدي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمسك بالهدف أكثر، ولو تتعب وتتعذر بتوصل لمحطة خير، بهل لو ضاعت تتغير. في ربك في السما موجود، فلا تيأس وتتحسر، تصبر تجني المحسود، لأن الخير يتأخر. محطة خير ومنها يبدأ التغيير، محطة خير وتشبه حالة التطوير. محطة خير عوض للصبر والتأخير، في بعد الضيق ينزل ربنا تيسير. جمال الروح تكون انت سند لكثير، جمال الروح بأفعالك تعين الغير. جمال الروح تجبر أي شخص كثير، جمال الروح تكون انت محطة خير، محطة خير.